كيفاش ديري فريكاسي تونسي خير من تاع المحلات، يجي فارغ من داخل وبزاف بنين وخفيف قطن. هاد الوصفه سجليها وخبيها في عينيك وتبعيني. رايحه تحطي كاس ونص حليب دافي، مورف كبيره خميره، مورف كبيره سكر، وربع كاس زيت زيتون. تزيدي حبه بيض وتخلطي وتطمي العجين بالفرينه، وما تنسيش الملح. العجين لازم يكون طري، تعجنيه مليح وتخليه يخمر. من جهه نحط الماء يغلي مع الملح والكركم، ونجي نقطع البطاطا تاعي مربعات صغار ونروح نفرغهم في الماء تاعي بعد ما كان غلا، وما تخليوهاش تطيب بزاف حتى تتعجن. وبالنسبه لاصوص تاع الهريسه راح نخلط الهريسه مع زيت زيتون، شويه ماء وشويه كرويه، ونغلي البيض ونقشرو. وثاني نحتاج الزيتون الاخضر والكحل، واكيد الطون تاع الكمر. هذا الطون بزاف بنين ما فيش مواد حافظه، والحبه تاعو تجي كامله. وزيد نقطع البصل، ونرجع للبطاطا تاعي بعد ما طابت نفرخها ونخليها تبرد. هنا عجينتي كانت خمرت، نديكازيها نقسمها على زوج، ونفتح القسم الاول ما يكونش السمك خشين بزاف، نقطعها دوائر، نجبدها بيديه، نجرحها بالموس ونفوت نقليها في زيت سخون على نار متوسطه، وراح تجيكم فارغه من داخل ماشي معجنه. هاد الوصفه لازم تجربوها. ما بقالنا غير نعمرو كعبات الفريكاسي نتاعنا. حطيت الهريسه، البطاطا، الطون، زدت البصل وزدت البيض المغلي والزيتون، وزدت شويه صوص حاره. وشوفوا لي كيفاش جات بزاف بنينه، لازم تجربوها، تبعوها لصحاباتكم. وهذا مكان.